السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراتين المتبقيين من الجولة الأولى للدوري المصري، غزل المحلة والإسماعيلي حبايب. كان الساعة 5. تعادل سلبي في إسماعيلية. أنا شايف إنها نتيجة كويسة طبعا لغزل المحلة. أول مباراة أحمد عيد عبد الملك في الدوري الممتاز، والإسماعيلي في إسماعيلية ويطلع بالنقطة، فطبعا هو الكسبان. ثم المباراة التانية والأخيرة في الجولة الأولى، النادي الأهلي فرم سيراميكا. يعني اللي يتفرج على الشوط الأولاني يقول دي فرقة ما تخسرش أصلا، مش تخسر 5، يقول فرقة ما تخسرش. سيراميكا عمل كل حاجة في الكورة، ومع ذلك النادي الأهلي طلع الشوط الأولاني كسبان 2-1. تقدم من الأول بهدف لحسين الشحات، ثم تعادل سيراميكا من ضربة جزاء، ثم تقدم بهدف لوسام أبو علي. ثم الشوط التاني قلنا هيبقى يعني شوط اقوى من الاولاني، لان النادي الاهلي اول ما نزل في اول دقيقه، ده اول 15 ثانيه هدف تاني، هدف تالت 3-1، شبه قتل الماتش. وبدأ يروح بقى، ثم الرابع، ثم الخامس فتحت. فسيراميكا بتلعب كرة جميلة بس ومفتوحة، بس عندهم اخطاء دفاعية غريبة. اصل ان انا فرقه بحجم سيراميكا وبتلعب الكره اللي سيراميكا بتلعبها وتشيل 5، ده كتير قوي. بس النادي الاهلي طبعا عمل ال 45 دقيقه التانيين زي ما الكتاب ما بيقول، زائد الشوط الاولاني. طبعا ما طلعش خسران، يعني في عز ما سيراميكا مسيطر وراح وضيع واحده واثنين وثلاثه، النادي الاهلي خرج 2-1. فألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك لسيراميكا. كانت مباراة جميلة والمباراة الأخيرة، وشكل بإذن الله الموسم هيبقى موسم جميل بإذن الله.